يسألني ويقول لي خالد هم متساويين في الأهداف والسعودية سجلوا أهداف أكثر. ما له خص أبدا. المواجهات تقول أن البحرين فازوا على السعودية، إذا البحرين في المركز الأول والمركز الثاني المنتخب السعودي، ثم المركز الثالث المنتخب العراقي، ثم المركز الرابع المنتخب اليمني. نروح نشوف. المنتخب اليمني الثالث. فاهم مواجهة احنا والعراق. لا أشرف بن عياد تفضل أشرف. شكرا لكم. مع لاعب المنتخب السعودي علي البليهي. علي، ماذا تقول في هذه الليلة؟ هذه الصورة توضح كل شيء. أول شيء ممكن تعطيني المايك؟ خليني أتكلم. تفضل. أول شيء اللهم لك الحمد والشكر. مبروك لجمهورنا اللي حضر. هارد لك المنتخب العراق، منتخب كبير، منتخب محترم، يعطيهم العافية. نتمنى لهم التوفيق. مبروك لشعبنا اللي حضر. القادم أجمل إن شاء الله. الجمهور كله بيقول أشرف اسألوا على يونس، قال حيتكلم بعد المباراة. جو. أول شيء كلامي ليونس محمود. يونس إذا جيت بتتكلم على الكرة في السعودية لازم توقف على رجولك احتراما للسعودية، بعدين تتكلم. ثانيا أتمنى لك رحلة سعيدة وبالتوفيق إن شاء الله. وترى ما حد يعرفك إلا لما جيت تلعب عندنا في السعودية، ترى ما حد كان يعرفك. أتمنى لك رحلة سعيدة إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله أني قد ما أقدر أن هذا الشعار راح يوصلك من أي أحد هنا عشان تبرزه في بيتك، عشان ما تنسى ثاني مرة تتكلم على السعودية. السعودية لا تمس. شكرا علي. شكرا. عودة إليكم. رسالة واضحة جدا. السعودية يا أخي، إيش المتعة السعودية اليوم هذه؟ والله الحمد لله حنا قلنا وفعلنا. والله لعب اليوم متعة. هذه رسالة للكابتن يونس محمود. ونعم في يونس أخونا عندكم نحبه. هذه المباراة له هدية. أبدعتوا اليوم يا ولد. على قولة المثل الكويتي ما نسولف احنا وايد. أيوة بالملعب حبيبي. مع الرأفة هذه، مع الرأفة. الأمور طيبة. حيا السعودية. السعودية ردهم بالملعب، رد بالملعب. بس يونس نرد عليه بالملعب 3. سالم اليوم بدع يا أخي. سالم كسر عينه. أبدعتوا. شكرا هيرفي رينارد. دخولك على عبد الله حمدان غير مجرى المباراة. ورا كامل لعيب. لعيب الحمدان. شكرا. وين صغير هذا؟ خلنا صغير. وش رايك في السعودية اليوم يا ولد؟ وش رايك في السعودية؟ والله ما في مثلها. الأمور طيبة. راضيين. غنوا حق السعودية. غنوا. ما في. أنا كويتي. بس أقسم بالله عراقي ما يفوز على السعودية لو شنو. هذا جميل جدا وابداعات كروية كبيرة وحقهم السعودية فايزين. يونس محمود وينه؟ هذا جميل. ألف مبروك. شكرا إليكم الكلمة. شكرا لكم. مع لاعب المنتخب السعودي عبد الله الحمدان. عبد الله، ألف مبروك. يا له من انتصار، يا له من هدف. كيف عشت المباراة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك للجمهور السعودي. هارد لك أخواننا في المنتخب العراقي. اللهم لك الحمد ولك الشكر. انتصار مهم، كنا محتاجين هذه الفرحة، وبإذن الله نقادر أفضل بإذن الله. عند وصولكم للملعب كنت أرى في أعينكم بأنكم لن تبحثوا عن شيء آخر سوى الانتصار، تريدون الخروج بالانتصار. لا أنت عارف دائما في المواعيد الكبرى المنتخب السعودي دائما يكون حاضر. كنا عارفين مدى أهمية هذه المباراة، دخلنا المباراة بتركيز عالي، اللهم لك الحمد قدرنا ناخذ نتيجة المباراة. عبد الله، شاهدتك وأنت تقول للجمهور أنا موجود. لا مو عبد الله موجود، المنتخب السعودي هو اللي موجود هنا. بماذا ترد على كل ما قيل في الأيام الأخيرة؟ ما نرد. الحمد لله انتصار مهم، ورد المنتخب السعودي دائما في الملعب، وبإذن الله مع ثقة الجمهور نعدهم بالبطولة إن شاء الله. ألف مبروك. شكرا جزيلا. عودة إليكم. مساكم الله بالخير، وانا في قلب الجمهور اللي يحيي اللاعبين. شوف الجمهور السعودي بعد جلال الدوسري واللعب. ابداع اليوم، متعه السعوديه اليوم. انا اقول لك كلمه. قبل ما اجي الكويت حجزت الرجعه كرسيين بزنس كلاس. كرسي لي وكرسي للكاس. الكاس للسعوديه ان شاء الله. الكاس السعوديه. توقعت الفوز اليوم. متوقعين. شيء طبيعي. كيف الاخضر اليوم؟ كيف اليوم المنتخب السعودي برا. طيب من نجم؟ ابدعتوا 3 بدعوا اليوم السعوديين. وين يونس؟ والله ابدعتوا.
ايمن وينه؟ عراق وينه؟ الكاس ابونا سعودي، الكاس سعودي، الكاس سعودي. اعطوني اغنيه للسعوديه، اعطوني اغنيه البطولة السعودية، اغنيه للسعوديه. لا الكاس سعودي مثل يا السعوديين، الجمهور السعودي مولع. العراق الكاس وين؟ الكاس وين؟ عندنا من نجم المباراة؟ من نجم المباراة؟ كلهم رجال. رسالة للمنتخب، رسالة للمنتخب. التصاريح سهلة بس الفعل رسالة للمنتخب، رسالة واحد تردها ليونس محمود. ايه هاتريك سالم ان شاء الله. السعودية اكيد ما حد يدري عليه. حيوا السعودي، يلا السعودي، خصم فاشل بصراحة. والله ما تنام يا يونس. يلا سعودية. ألف مبروك المنتخب السعودي، هذا الفوز الكبير صراحة. الأخضر في الشوط الثاني ذكرنا بأخضر التسعينيات على النقيض تماما. المنتخب العراقي لا مفاجأنا صراحة مستواه، ما أعتقد أن هذا مستوى المنتخب العراقي، ما أعتقد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك المنتخب السعودي، هذا الفوز باستحقاق وبجدارة وبلعب وبكل شيء. اليوم منتخبنا ما أدى، اليوم ما شفنا أي لعب، تشتيت. علي عدنان يعني أنت عمرك 36 سنة، على شنو جايبينك بالمنتخب؟ مقعد علي جاسم لاعب كومو، مقعد زيدان إقبال مدخل دقيقة 64، على شنو يعني كاساس؟ أنت الأمور مو بيدك، قول الأمور مو بيدي يعني. إذا الأمور مو بيدك قول، إذا غيرك جاي يتحكم بالتبديلات خلي تقول. مبروك المنتخب السعودي وما قصروا، حبيبي ما قصر. كبيرة عليك. مبروك والله كبيرة. مبروك الفريق السعودي، وان شاء الله العراق يعوض بالمباريات القادمه، واملنا كبير منتخبنا العراقي، وان شاء الله الكاس للكويت اللي هي منظمه الدوره، يعني تعبوا على الدوره هواي ومستاهليه. فمستوانا احنا كان جيد جدا، ولعبنا الشوط الاول جيد جدا، لكن بالشوط الثاني ما حالفنا الحظ، ضربة الجزاء هي اللي خربطت المستوى الفريق. معك يعني هذا مستوى المنتخب العراقي؟ لا مو هذا مستوى المنتخب العراقي ابدا. بطل. لا مو هذا مستوى المنتخب العراقي، مستوى المنتخب العراقي احسن منها، بس عندنا المشكله المدرب تشكيلته غلط، بالبدايه لعب غلط في لواعي، لعب 5-3-2 غلط في لواعي لازم ما يلعبهم. تحس المدرب خايف، تحس المدرب يعني في ناس مترة عليه على التشكيله، وهاي اكبر يعني. المنتخب السعودي اول شيء مبروك له، ثاني شيء المنتخب السعودي ما عنده شيء يلعب، يعني صراحه ما ادى اليوم. اول شوط اول شوط المنتخب السعودي ما ادى شيء. المنتخب العراقي هو دخل المنتخب السعودي بالشوط الثاني، ولا المنتخب العراقي كان عنده فرص وكان يقدر يأدي، ومستوى المنتخب العراقي اقوى منها، بس المشكله المدرب ما يعرف التشكيله شلون تكون.